الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الصالحون وصيام رمضان. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يراه. وقال الإمام ابن رجب: لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه، صارت لذته في ترك شهواته لله تبارك وتعالى لإيمانه باطلاع الله عليه. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصائمين مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب يقولون: يا رب، نحن نحاسب وهم يأكلون. ويقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب. كان كثير الصيام. وقال الإمام ابن رجب: من يصوم في الدنيا عما سوى الله ويحفظ الرأس وما حواه ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عين فطره يوم لقاء ربه تبارك وتعالى وفرحته يوم رؤية الله تبارك وتعالى. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام عن شهوته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله يعيده يوم لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. يا حبيب القلوب، من لي سواك؟ ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان قصد غير أني أريدها لأراك. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأمد، فإن معظم نهار الصيام، أي معظم نهار العمر، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. وقال ابن رجب الحنبلي: يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين لربك اركعي، ويا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماؤك، ويا سماء النفوس اقلعي، يا روق الأشواق للعشاق ألمعي، يا خواطر العارفين ارتجي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، طوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. وقال ابن رجب رحمه الله: لوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح، وانكسار الموبتين لعظمته هو الجبر، وذل الخائفين من سطوته هو العز، وبذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، وجوع الصائمين لأجله هو الشبع، عيشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة.